صباح الفل، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. قبل ما نبدا في الفيديو اتمنى تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد، وما تنسونيش في الشير واللايك وكومنت حلو زيكم. النهارده باذن الله هنعمل شاورما بطريقه سهله وسريعه واقتصاديه ومش مكلفه كتير. هنعملها ببديل عيش الكريب والعيش السوري. هنعملها بالعيش الشامي. هنشوف الطريقه والتفاصيل مع بعض. بجد حلوه قوي وسهله وسريعه ومش هتاخد منك وقت. تعمليها كفطار او عشاء وممكن كمان غدا باستبدال المكونات اللي جوه. يلا بينا نبدأ في المقادير ونقول بسم الله. اول حاجة هنبدأ بيها عشان هتاخد وقت هي البطاطس. هنبدأ نقشرها كده بالسكينة بالمقشرة، اي حاجة براحتك اللي انتي حباه. بعد ما بنقشرها بنشطفها كويس قوي من الطينة والتراب اللي فيها. وبعد كده بنبدأ نقطعها صوابع بالحجم اللي انت حباه. رفيع تخين، بس يستحسن تخين شوية مش رفيع قوي. بالشكل اللي قدامكم ده، انا هنا كنت شطفتها وبعد كده قطعتها قدامكم. وبعد كده بقليها في الزيت. بنحطها في الزيت تتقلي، وعلى ما بتتقلي بنبدأ بنجهز بقية المكونات التانية على ما البطاطس تتحمر. وهنا معانا 3 بيضات وحطينا عليهم نص معلقة من الفلفل الاسود عشان الزفارة، وبنقلبهم كويس قوي. هنا حابه تحطي عليهم فلفل حراق، فلفل بارد، جبنه موتزاريلا براحتك خالص اللي انت عايزاه. وهنا جبت صينيه صغيره مدوره، حطيت فيها معلقه من السمنه وحطيت عليها البيض اللي احنا عملناه. وبعديها بدقيقه واحده بنحركها كده شويه على عشان تتوزع في كله، وكمان اللي فوق ينزل تحت شويه. وبعد كده هقلبهم. وهنا جبت العيش الشامي اللي عندنا وحطيت عليه كاتشب، معلقه من الكاتشب. طريقه الكاتشب هحطها لكم في صندوق الوصف. وهنبدا نعمل السندوتشات بتاعتنا. هنا حطيت شويه بطاطس، وهحط فلفل حامي وبارد اللي انت حباه بقى، ده لعبتك. حابه تحطي جبنه موتزاريلا معاهم مفيش مشكله، حابه تحطي بسطرمه، لانشون، جبنه رومي، براحتك خالص اللي انت حباه. انا حبيت ان الفيديو يكون سهل وسريع واقتصادي كمان وموفر في نفس الوقت. وكمان حاجة، العيش الشامي لو حابة تعملي بالشكل دوت برضو عادي. ولو حابة تفتحي بالمقص اللي هو تعملي رقين برضو عادي. كده حلو وكده حلو برضو. احنا حطينا برضو معلقة كاتشب، وهنعمله المرة دي بالبيض. بجد طعمه حلو سواء بالبيض والبطاطس. كمان عملت طعمية بس ما قررتش اصورها. وقليت شوية طعمية وهعملها كمان فيها. وجبة تنفع للفطار وللعشاء، وممكن كمان للغدا، غدا اقتصادي. وممكن نستبدل الحاجات دي بقى بلحمة، فراخ، اللي انتوا حابينه، بس احنا حابين ان احنا نعملها بطريقة اقتصادية. وهنا الرغيف التالت معانا، هنحط بقى هنا المعلقة من الكاتشب. وهنحط هنا بقى المرة دي الطعمية اللي انا قلتلكوا عليها. جبنا الطعمية العادية بتاعتنا وقليناها ومحطناش عليها حاجة خالص. انت بقى في الطعمية او البيت حابين تحطوا فلفل، طماطم، اي حاجة وتقلبوها مع بعض كده براحتك. هنا حطيت الطماطم، سوري، الكاتشب، طعمية، البطاطس، الفلفل، وهنقلبهم. وفي التسوية في خطوة مهمة جدا لازم تعمليها لما تيجي تحمريهم. لو انت ما عندكيش الساندويتش ميكر اللي هو بيحمرهم وبيكبسهم، هنعملها في، مفيش مشكلة خالص، هنعملها في صينية او طاسة المتوفر عندك. انت اول ما بتحطي الساندوتش بتدوسي عليه جامد، لازم تدوسي عليه جامد بالشكل ده عشان يمسك في بعضه ويلزق. هنا كان موجود معايا في الفريزر رغيفين من العيش السوري، طلعتهم سبتهم يفكوا وحشيتهم. وبرضه بدوس عليه لما بحطه هنا، بندوس كويس عشان يمسكوا في بعض، وخصوصا في العيش الشامي لازم تدوسي كويس عشان يمسكوا. وهنا بعد ما كلهم خدوا لون ويخلصوا، ده العيش السوري. هنا قطعته زي بتاع المطاعم بالظبط، يعني عملناه في البيت بتكلفة اقل وسريعة وسهلة جدا مفيهاش وقت. ده بقى العيش الشامي لما دوسنا عليه بصوا بيلزق ازاي، لازم تدوسي كويس عشان يمسك في بعضه بالشكل ده. وهنا قطعناها. بجد طريقة سهلة وسريعة وحلوة قوي وطعم جميل وجديدة ومختلفة عن الفطار اللي احنا متعودين عليه التقليدي. وهنا برضو قطعته زي العيش السوري مكعبات بالشكل ده. ده هيبقى بديل الكريب والعيش السوري عشان لو مش حابين نعملها. وجبت بوكس او اي حاجه عندك، حطينا فيهم، رصيناهم وحطينا عليهم شويه بطاطس وجنبيهم شويه الكاتشب اللي احنا عاملينه. هحط لكم اللينك بتاعه في صندوق الوصف. وبجد الف هنا وشفا، وبجد من احلى الوصفات وطريقه مختلفه ولذيذه.
وكده خلصنا الفيديو بتاعنا، اتمنى يعجبكم. ما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس ولايك وكومنت حلو زيكم عشان بتدعموني. ولو حابين اعمل لكم اي وصفات مختلفه او جديده او نفسكم فيها، اكتبوا لي في التعليقات وان شاء الله هعملها لكم في اقرب وقت. وفي رعايه الله، باي باي.